اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. اليوم جيتكم بروسيت ياسر بنينة. الدنيا سخنة الطاو، واحد ياخذ كاس جلاس يبرد بيه. اليوم باش نعملوا مع بعضنا 3 أنواع متاع جلاس ترواقو. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. متنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونهبط لكم برشا فيديوهات هكاك. هنا خديت بول متاع باتور، باش نحط فيها 2 ساشيات كريم شانتي، ما يعادل 80 غرام، يعني كل ساشي فيها 40 غرام. وخذيت معاهم كاس كريم ليكيد و3 مغارف سكر. هنا في بلاصة السكر تنجموا تحطوا حليب مركز نسلي، انا ما عنديش نسلي حطيت سكر. وزدت عليه 225 مليلتر حليب وحطيتهم باش يتركضوا في البطور. اللي ما عندوش بطور ينجم يعمل بمتاع العظم تركض. خليتهم يتركضوا بالكدا. الاكثريه المكونات تكون بارده، الحليب يكون بارد باش تطلع بالكدا. شوفوا كي جاتك المنقار معناها هذيك صحيح حاضر. تو هنا باش نقسمها. القولون حطيت فيه نوتيلا، اللي عنده شوكولا ينجم يحط شوكولا. شو لونها كيف مزجي محلاه والقو بنين على الاخر. وباش نزيد عليها بديل الاوريو. حطيت بسكوي، الحقيقه جات بنينه على الاخر. القو هذيا بنين. تو هناش نفرغها. تو الدنيا سخنت، واحد ماذا به يوميا ياكل قلاص. وكاس صبيتها في حكة، وباش نحط عليها البسكوي من فوق باش نزين بيه. تو هيكاش ندخلها للكونجيلاتور ما اقلش من 6 سوايع، وماذا بكم تبات ليلة كاملة باش تبرد بالكدا. توا القو الثاني هنا خذيت الكريم اللي عملتها باش نحط عليها الفرويروج. عندي فرويروج هنا، تنجموا تعملوا الفريز مادام فما فريز تو وتحطوا فريز قو فريز يجي بنين على الاخر. انا عندي فرويروج. تو نوريكم ما هي الحكه اللي استعملتها، عندي منها في الدار جاي بنين على الاخر. انتو بتنجموا تطيبوا الفريز وترحيوه وتخلطوه بها. تو فرغتهم في الحكه زاده كيف كيف. هنا باش نزيد عليها شويه صوص من فوق تاع فرويرو باش ندخلها للكونجيلاتور كيف كيف. هنا القول الاخراني باش نعملو. صبيت الكريم اللي بقات لي الكل باش نعملها كافي. حطيت لها مغرفه قهوه سريعه الذوبان. شوفوا كيف جي لونها اغمق من هكاك، اما الكاميرا ما ظهرش بالكدا الالوان. طاش نفرغها في هكا اللي عندكم. تعملوها شويه على الرخامه كيكه باش يخرجوا فقاعات الهواء. عندي كراميل اللي عملته في الدار، حبيت نزينها من فوق بالكراميل. طريقة الكراميل موجودة في القناة، ارجعوا تلقاها تنحط لكم اللين صندوق الوصف. توا حطيت فيها شوكولا وباش ندخلها كيف كيف للكونجيلاتور. هنا بعد ما خرجتهم بعد خليتهم ليلة كاملة انا في الكونجيلاتور. شوفوا تبارك الله كمية طيحت لي بالكدا. شوفوا كيفاش جا.
هذايا اللي ببديل الاوريو شوكولا تختينيجي بنين على الاخر. وجا متماسك، شوف كيف تراو فيه. تو انا زينته بكعبة بسكوي، كين ظهر لي اسمه البسكوي اللي خذيته، والله ما اتذكرش بالكدا اسمه. هذايا طاويكا اللي بالفرويروج، اللي بالفرويروج. شوفوا زادا كيفاش جاي، وزينته من فوق بصوص، الصوص اللي عملت به. هذا اللي بالكافي، انا ما خليتوش برشا، يمكن يرتاح على هذا، كان نقص شوي. وهنا حطيت عليه شويه كراميل من فوق، زينته بالشوكولا. الحقيقه جاي بنين على الاخر. شوفوا منظر الكيس كيفاه، لوغو الكل جاو بنين. وتبارك الله طيحت لي كونتيتي كبيره، معناها تقدوها وتخليوها في الفريجيدير، وقت اللي صغاركم تحب تنجموا تجبدوا تعطيها، من غير ما تقعدوا تشريو من الشارع. حاجه نظيفه وفده. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، متنسوش تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بسلامه، في فيديو قادم.